بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. كثرة التحدث عن النورانيات والكرامات والإلهامات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين من الأولياء والأتقياء والطائعين والعابدين، الأمور دي كلها ترهق العقل والقلب المبتدئ، وهتفتح نوافذ للإلحاد للعقل والقلب المبتدئ ده. إزاي؟ أنا شخص دلوقتي مش مسلم أو مسلم بس في فترة عصيان، أو لسه ما يعني كلنا قاعد نبو فيه، يعني في فترات شبابنا كده هنبقوا بعاد شوي على ربنا سبحانه وتعالى، وهتيجي فترة كده نجي نتوجه للعبادة، وربنا سبحانه وتعالى هيجهاد قلبنا كده للعبادة وللصيام وللقيام وللحسنات والاجتناب المحرمات والكلام ده. أو أنت راجل مثلا مبتدئ في دراسة الدين، أو لسه ما درستش الإسلام، أو مثلا أنت لسه ما او انت مش متبحر في علوم الاسلام، او مش متخصص لانك انت تتبحر في علوم الاسلام مثلا، فتتعرض نفسك لقراءة الامور التي تتكلم عن النورانيات والالهامات والكرامات والاولياء والمش عارف ايه. هتلاقي عقلك هيشتك شويه ومش هيصدق الامور دي، وهينكرها وهيقول عليها بدعه ومش عارف ايه. طيب، العقل المبتدئ في الدين والقلب المبتدئ في العباده مش هيفهموا الامور دي، وبالطبع هيدخل الشك في عقلهم وفي قلبهم. طيب انا اعمل ايه؟ ما تجراش الامور دي وما تتبحرش فيه، اللي هي الكرامات بالنسبه للاولياء والصالحين والالهامات والارشادات، الا لما تتبحر في الاسلام بعقلك كدراسه، وتتبحر في العباده بقلبك كدين وكعباده. ساعتها بس عقلك هيستقبل الامور دي، لانه قلبك تفتح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى من كثرة عبادتك ليه، تفتح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى نوافذ لاستقبال الالهامات والارشادات دي. وحتى لو انت ربنا سبحانه وتعالى مش هيديك الهامات وارشادات وكرامات زي الاولياء، بس الالهامات اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمنحها لك هتخليك تفهم ازاي الاولياء جاتهم الكرامات والالهامات دي، وازاي الكرامات والالهامات دي حدثت مع اولياء الله الصالحين، وازاي الارشادات دي والتوفيق ربنا سبحانه وتعالى حدث مع عباده الصالحين. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك توفيقاتك دي وارشادات والهامات في حياتك، في شغلك، في حياتك، في بيتك، في اسرتك، في عملك، في اي حاجه هتلاقي الهامات وارشادات ربنا بعتها لك برضه، توفيقات من الله سبحانه وتعالى. بس متى؟ بعد ما قلبك يصفى من ناحيه ربنا سبحانه وتعالى وتؤمن به وتعبد حق عبادته، وبعد ما عقلك يكون جاهز ويكون درس ويكون فهم ازاي الحاجه دي حصلت بعد مات. فخلاص كلام انه العقل المبتدئ او العقل اللي ما درسش الاسلام كويس، والقلب الصغير اللي لسه ما تفتحتش بينه وبين ربنا نوافذ لاستقبال الالهامات بكثره العباده، العقل ده والقلب ده مش هيستقبلوا الهامات ولا هيفهموها ولا هيفهموا كرامات ولا هيفهموا اولياء ولا هيدخل في مخهم الكلام ده كله، وهيقول عليه ده بدعه ومش عارف ايه وخرافات، وقد ينتهي بهم الامر الى الالحاد والفكر يعني. بس طالما عقلك تبحر في الاسلام وقلبك تبحر في العباده، ساعتها بس قلبك وعقلك هيكونوا جاهزين لاستقبال الالهامات دي، او لو ما استقبلتهاش على الاقل تفهمها. فرضي الله على اولياء الله الصالحين، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده الاتقياء الجاهزين لاستقبال الهامات وارشادات وكرامات.